ألعاب البحر الأبيض المتوسط تنطلق بتركيا في دورتها 17. حضور متميز لأقوى المنتخبات ضمن هذه النسخة إلى جانب منتخب البلد المنظم تركيا الذي يراهن على انتزاع أكبر عدد من الميداليات. الوفد المغربي يحضر هذه النسخة ممثلا ب 120 رياضيا إلى جانب أزيد من 3500 رياضي يمثلون 24 دولة وسيتنافسون في 26 نوعا رياضيا. ومن المفترض أن يخوض المغرب ضمنها 16 اختصاصا. بالأمس منتخب كرة القدم لأقل من 21 سنة افتتح المنافسات بفوز مهم على منتخب البوسنة والهرسك ب3 أهداف للا شيء. وخلال الأيام المقبلة ستتنافس العناصر الوطنية في رياضات الجيدو، الملاكمة، التايكواندو، الكاراتيه، السباحة، سباق الدراجات، الكرة الحديدية، الرماية وكرة الطائرة الشاطئية وألعاب القوى. المغرب يحتل الرتبة العاشرة بين دول البحر الأبيض المتوسط في عدد الميداليات التي نالها في هذه البطولة منذ انطلاقها عام 1951 بمدينة الإسكندرية بمصر. وبالرجوع إلى تاريخ مشاركته ضمن هذه التظاهرة، المغرب حصد 199 ميدالية موزعة ما بين 52 ميدالية ذهبية، 64 فضية و83 برونزية.